السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة نورسين ودي قناتي، قناة مطبخ ام البنات. عملت النهاردة معاكم الصابون السائل الشفاف اللي انتوا شايفينه دوت، بجودة تحفة وبمقادير كمان اقتصادية جدا جدا. ب3 معالق من النشا هنعمل اجمل صابون سائل في البيت. هجيب بقى دلوقتي طبق فيه شوية مية وهحط منه حبة من الصابون اللي احنا عملناه، وهوريكم قد ايه الرغوة بتاعته من حبة صغيرين خالص من الصابون عمل قد ايه رغوة بمقادير اقتصادية جدا. وهتعملي كمان كمية كمان كبيرة لو عايزة تزودي. انا عملت في حدود 4 كيلو من الصابون، يعني 4 لتر من المقادير اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. لو انت عايزة تزودي زودي براحتك. هجيب بقى طبق، بس ما تنسوش الاول تحطوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس. عندي 1.5 لتر من الميه، حطيت عليهم 3 معالق هرميين من نشا الذره او الكورن فلاور او الميه الزينه، حسب ما كله يعني واحد ومسماها يعني موجود في بلده ايه. هدوب كويس قوي قوي النشا كده مع الميه، وبعد كده هركنه على جنب. وهجيب نص كوبايه من الميه من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا ساقعه ولا اي حاجه، نص كوبايه ميه، وهحط عليهم معلقه ونص كده من اول معلقه دي كانت معلقه هرميه، والمعلقه التانية هتكون معلقه يعني ممسوحه كده من البوتاس او الصودا الكاويه. ويا ريت كل واحد فيكم يكتب لي في بلده اسمها ايه، عشان انا مش عارفه غير البوتاس او الصودا الكاويه. هدوبهم لجاي واسيبهم كده شويه، سبتهم شويه صغيرين خالص، يعني مش بتسيبيها لغايه لما تبرد خالص، بتسيبيها حبه صغيرين بس لغايه لما تطلع الابخره، بس الدخانه اللي بتطلعه، وتنزليه على النشا بعد ما تقلبيه تقليبه كمان عشان ما يبقاش فيه تكتلات من النشا تحت. وهتلاقيه في ثواني قلب معاكي بقى زي الجيلي كده. دوت بديل التكسبون، اللي هو المادة بتاعت الصابون اصلا اللي بيتعمل منها الصابون الجاهز. التكسبون ده البديل بتاعه. بصوا بقى تقل وبقى عامل شبه المهلبية، يعني اتقل كمان من المهلبية والجيلي كده. هو دوت على اساسه بقى بتخففي سمك الصابون بتاعك وبتستخدمي الصابون بتاعك. عشان خاطر نعادل الاتش بي بتاع الصودا الكاوية، عشان خاطر ما تحرقناش على ايدينا، هنزل بمعلقة كده او معلقة الا ربع من الملح. المفروض ان انا كنت دوبتهم في المية من الاول بس انا نسيت. فانت ممكن تدوبيهم في المية مع النشا قبل ما تحطي البطاطس، ومعلقتين كده من السكر عشان يعلي الرغوة معايا، ويخلي كمان الصودا بتكون خفيفة شوية على الايد ومش حامية عليكي. هجيب كوباية كده من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل بتستخدميه، حتى لو مش صابون شركات، يعني مش صابون نضيف، صابون من عند اي حد بنشتريه. هتحطي منه كوباية واحدة بس. انا في ال4 لتر استخدمت كوباية واحدة بس من الصابون، وما حطيتش صابون تاني. هقلب بقى المكونات دي كلها وابتدي انزل عليهم بالميه. انا بنزل بالميه كده بالتدريج لغايه لما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. اوصلي للقوام اللي انت عاوزاه. وما تنسيش ان هو برضو الصابون بتاعنا لما بيبات وبيقعد لتاني يوم بيتقل اكتر. مادة التكسبون او الصودا مع النشا بتقل الصابون اكتر. فوائد النشا بقى ان هو بيخلي الصودا ما تكونش حامية قوي على الايد، وبيخفف من السخونية بتاعت الصودا على بشرتك. تمام. انا كنت هنا مدوبه شويه لون اصفر على في كوبايه في شويه ميه، كنت بزود منهم بس هو اللون صراحه ما كانش عايز يجيب غير الدرجه اللي انتوا شايفينها دي. كان اخر حبه لون عندي، فما يعني سيبته على نفس اللون كده. عايزه تلونيه لونيه، مش عايزه تلونيه براحتك خالص. ما فيش اي مشكله. هبتدي بقى انزل بالميه بالتدريج، كل ما احس ان هو لسه تقيل بزود في ميه لغايه لما اوصل للتقل اللي انا عاوزاه. او زي ما انتوا شايفينه كده. طريقة اقتصادية جدا وكمان سهلة، هتوفر معاكي، مش هتستخدمي الشهر كله غير كوباية صابون واحدة هي اللي هتستخدميها، و3 معالق من نشا. او لو انت مش بتشتري النشا اللي هو السايب، هتلاقي فيه اكياس صغيرة كده بتتباع ب4 جنيه او ب5 جنيه. هو الكيس دوت يدوبك 3 معالق، فهتحطيهم زي ما هم. لو لسه مكمله معايا الفيديو ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك، ولو مش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس، وتشرفيني بوجودك في قناتي عشان خاطر يوصلك ان شاء الله كل جديد انا بقدمه.
انا نزلت قبل كده الصابون البلدي يا بنات، وكنت منزله برسيل الجل، وفي كنت عامله صابون تاني اقتصادي. كل دوت هسيبه لكم في صندوق الوصف، عشان لو حد فيكم عايز يتفرج على اي حاجه منهم يدخل على صندوق الوصف. اللي مش عارف فين صندوق الوصف، بتدوسي على الاسم العنوان بتاع الفيديو، هيظهر عندك صندوق الوصف فيه كل الحاجات اللي انا بقولك عليها. وده بقى السمك بتاعه، بصوا بقى شفاف ازاي، وكمان لونه حلو جدا، ما كانش محتاج الوان. انا كنت بالنسبه لي لونه حلو. لو انت بقى عندك لون اخضر ازرق عايزه تحطي اي لون يعجبك حطي. ادي الكميه اللي احنا عملناها من 3 معالق من النشا. طبعا لو انت عايزه تزودي الكميه زودي براحتك، وانا كان ممكن اخففه كمان عن كده، بس انا استكفيت بالسمك بتاعه. طبعا انتي لو عايزه تخففيه عن كده خففيه، انا كده كده بخففه لما بكون بستخدمه كمان وبغسل بيه المواعين. في نصيحه مني محدش هيقولها لك على اليوتيوب، الصابون دوت لو حابه ان انت تستخدميه تسيبيه 3 4 ايام عقبال ما تستخدميه، لان الصودا بتاعته بتكون لسه ما اتبخرتش، وبيكون البطاس بتاعه حامي شويه على الايد. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.